من أول لحظة بدأت فيها كل حاجة حسيت إن في حاجة غلط. كان في إحساس غريب ومخيف في البيت، كأن في حد موجود ومراقب طول الوقت. مش باين، بس تحس بوجوده. الهوا نفسه تقيل وصعب تتنفسه. الأيام عدت بمواقف صغيرة غريبة، خيالات بتحرك بطرف عيني، صوت خطوات هادية في الطرقة حتى لو مفيش حد هناك، وصوت خشب بيتخربش من مكان بعيد مش عارف أحدده. بس أكتر حاجة خوفتني لما ابني وقف في الصالة وهو بيرسم وسألني ببراءة: ماما، مين الست اللي واقفة بتبص عليا من الطرقة دي؟ السؤال واقع على قلبي زي التلج. بصيت بسرعة، مفيش حد، بس الإحساس إن في حد موجود. بعد اليوم ده بقيت أي دوشة صغيرة تهديد بيهدد حياتنا. في ليلة كان جوزي بره، البيت ساكت بشكل يخوف. كنت قاعد على السرير ومعايا القطة. فجأة سمعت خبطة في المطبخ، بعدها خطوات في الطرقة، خطوات بطيئة، كأن حد بيتقرب من باب الأوضة وبيحاول ما يعملش دوشة. والقطة فجأة صحيت، شعرها وقف وبصت للباب تعمل هسهسة ناحية حاجة أنا مش شايفاها. خرجت للطرقة، الخطوات اختفت، بس الجو بقى أبرد وتقيل. رجعت وقفلت الباب. بعد دقيقة خبطت على الباب وصوت صرخة ابني من أوضته. جريت عليه، لقيته حاضن دبدوبة ووشه شاحب. ماما هي هنا تاني، وأشار للركن المظلم. بصيت وشفت ظل أغمق من الظلمة نفسها، اختفى بسرعة. للأيام اللي بعدها كانت أسوأ. الليل باقي مليان همسات، مرايا اتكسرت، حاجات بتختفي وبترجع مكانها. جوزي مش مصدق، بس القطة بقت ترفض تدخل أوض معينة، والهمسات قربت أكتر لهدوء. وفي ليلة صوت ضحكة جاية من السقف، ضحكة خبط بيرثى. رسومات ابني اتغيرت، بقى يرسم ناس طويلة جدا، ناس بأعين فاضية وابتسامات واسعة بأسنان حادة، ويقول: هي زعلانة منك يا ماما. سألته: مين؟ قال: الست اللي في الطرقة. لا، الليلة اللي بعدها شفتها أخيرا. كانت ست طويلة جدا، ركبتها ميل بزاوية مستحيلة، شعرها مغطي وشها، وابتسامة واسعة أوسع من الطبيعي بكتير. وقفت ساكتة في آخر الطرقة وبعدين اختفت فجأة. قررنا نهرب من البيت، رحنا عند أمي، لكن بعدها بيوم لقينا رسمة على الحيطة بره، صورة الست بعيون حقيقية، وتحتها مكتوب: أنا لسه هنا. بالليل الساعة 3 فجأة صوت باب حديد اتقفل جوه، حد بيجري في البلكونة. الظل رجع وبيتشكل ببطء، والهمس برضه: لسه هنلعب، أنا بحبهم. الصبح ابني ماسك ورقة وعليها 3 قطط، وجنبهم الست بتضحك. سألته: مين دول؟ رد من غير ما يرفع راسه: ده المستقبل. العالم بدأنا فورا نسمع خطوات في بيتهم كمان. الأبواب بتفتح لوحدها، القطة بقت تبص للسقف وتزمجر، وجوزي بقى ينام. في ليلة معينة سمعنا صوت باب أوضة ابننا بيفتح ويقفل. طلعناه لقيناه نايم، لكن في حاجة مرسومة على دراعه، أظافر، 5 خطوط، أعمق من الأرض. ولقينا كلمة مكتوبة على الحيط بالفحم: رجعوا البيت. رجعوا مين وليه؟ جوزي قرر يروح البيت القديم يجيب الشنط اللي سابها. رجع بعد ساعة، وشه أبيض، عينه حمراء. قلت له: أنا مالك؟ قال: قابلتها واقفة قدامي وهو بيرتعش. كانت واقفة قدامي، نفس الابتسامة. قالت لي: ال3 - 1. وهي مستنيانا من يومها. ابني بقى ينام وهو مبتسم، يصحى وهو شايف صاحبتهم. بالليل وأنا نايمة صحيت على صوت ابني بيضحك لوحده في الضلمة. سألته: بتضحك على إيه؟ رد: هي قالت لي بكرة دورك. النهاردة لقيت رسمة جديدة على حيطة طرقتنا، مرسوم فيها 4 جثث وسهم متوجه عليا، وتحتها مكتوب: اللعبة جربت تخلص،